ويا صباح الخير الصبح ويا مساء الخير بتوقيتي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده للاسف من اخر ايام العيد وبقولها وانا زعلانه قوي. ايام كلها مليانه بهجه وسعاده وفرحه على الاطفال، ومش على الاطفال بس، وعلى الكبار وعلى العيله وعلى كل الناس. بصراحه ربنا يعود علينا الايام كلها بخير. وبما انه اخر ايام العيد فقلت لازم اخدكم معايا بكل التفاصيل. اول حاجة بدأت بيها ان انا احضر اللبس بتاعي، وده ما كانش لبس عيد ولا لبس جديد ولا اي حاجة. هو طقم كده ظبطته على بعض وطلع معايا زي ما انتم شايفين. الشميز الجينز ده فيه زي فصوص لولي كده، هو لونه تلجي. وكنت هلبس تحتيه تيشيرت ابيض وطرحه الكافيه والشنطه البيضه الصغننه اللي بستغناش عنها في كل فيديوهاتي دي. يعني لو انتوا ما شفتوش الفيديوهات كلها فانتوا فاتكوا كل الاطقم اللي انا بظبطها بالشنطه دي. كنت بوريكوا شكل الشميز من تحت عامل ازاي. هو تحسوا ان هو معمول له زي كاتنج كده من تحت، او معمول له حركه اللي هي فيها الشراشيب الكتير دي، مش عارفه اسمها ايه. الشميز ده طوله حلو جدا، يعني بالنسبه ليا انا، وانا مش قصيره طويله، فممكن يجيلي مثلا لحد الركبه كده، فطوله مناسب قوي. كنت محتاره جدا البس بنطلون ايه على الطقم ده. بنطلون اسود كده شارلستون، ولا بنطلون بيج كده جبردين شويه. كنت محتاره قوي. البنطلونين كانوا لايقين على الطقم، بس انا كنت عايزه الحاجه اللي تنطق اكتر وتبين الالوان. فهتشوفوا في الاخر بقى كده معاكم انا استقريت على انهي بنطلون. انتوا برضو قولولي في الكومنتات رايكم ايه اكتر بنطلون كان هيليق. وبقول لكم تعالوا نعمل الميك اب مع بعض او نحضر الميك اب مع بعض. كنت هحط ميك اب اللي هو نو ميك اب ده زي ما انتم متعودين. هحط شويه هو كونسيلر، ما حطيتش فاونديشن خالص. وهحط، انا ما بحطش اي شادو يعني فوق عيني، انا بحط بس لون كده، يعني حاجه بيزك قوي اللي هي توحد يعني الجفن بتاع العين. وبلاشر وروج بقى، يعني كل اللي موجود ده كله روج اكتريته اصلا. وبحب جدا بقى ان انا احط ماسكارا وكحل. لو ما حطيتش اي ميك اب خالص بحب احط ماسكارا وكحل. فتعالوا نشوف التحول بقى. وده كان الطقم زي ما انتوا شايفين. ما كنتش متوقعة في الحقيقة خالص ان هو هيطلع كده. بصوا بقى، انا لبست البنطلون الاسود. البنطلون البيج بصراحة حسيت ان الطقم كله فاتح في فاتح في فاتح. انا كنت هلبس الطقم كله يعني التيشيرت والبنطلون ابيض، بس حسيت ان المشوار اللي انا رايحاه كان هيبقى الالوان دي هتتبهدل منه جامد قوي. انا بقى كنت رايحه فين؟ هتعرفوا معايا وانتم مكملين الفيديو انا رحت فين. بصوا بقى الشنطة الكيوتي التوتي الصغنونة دي. بصوا فعلا رغم ان هي بتشيلش حاجة خالص، انا معاكم، بس بتودي اي طقم بصراحة في حتة تانية خالص. والكل حد بيتريق على شنطتي وبيقولي ان هي شنطة اطفال صغيرين. عايزة اقول لكم انا فخورة بنفسي ان انا اشتريتها، وده قلب مني ليكم. والكل حد هيقولي ان الشنطة حلوة وبحبكم كلكم. قولولي الطقم بتاعي حلو. هو ده بقى النو ميك اب اللي بقولكوا عليه يا جماعه. حاطه ميك اب ومش حاطه ميك اب زي ما انتوا شايفين كده. والله والله ده من غير اي فلتر خالص. بعد كده قلت اتصور انا وماما واخويا. اخويا ما عجبوش الحال فادانا وقفاه. قلت له لا خلاص يا ماما سيبك منه، يلا نتصور انا وانتي يا حبيبتي. وهو اللي خسران برضو. وخرجنا واحنا في وسط طريقنا كده هقول لكم بقى احنا كنا رايحين عند اهل خطيبي. كانوا عازميننا بقى على الاكله الاساسيه الراعي الرسمي في العيد. هتعرفوا ايه هي الاكله برضو من خلال الفيديو بقى قدام كده وانتم مكملينه معايا. ما هو الفيديو ده فيه مفاجآت كتير كده مش هحرقها لكم، اعرفوا معايا كده كل حاجه في وقتها. ولحد ما نوصل بالسلامة مع بعض هفكركم بس لو نسيتم ان لو لسه ما نزلتوش وما عملتوش لايك تنزلوا دلوقتي كده وتعملوا لايك وتحطوا البصمة بتاعتكم، لان كل شخص بيعمل لايك خلاص بقت البصمة بتاعته دي بقت موجودة كده ومحفوظة ومتسجلة على القناة وعلى كل فيديو كمان، وبقت خلاص ما يعني معروفة بيكم. وطبعا عارفين ومتعودين ان احنا مع اللايك ما بننساش ان احنا نكتب رأينا في الكومنتات.
وتشاركوني رأيكم في يومي وفي لبسي وفي كل حاجة انتوا معايا فيها من اول الفيديو لحد اخر الفيديو. فما تنسوش ان انتوا كمان تشاركوني بكلامكم الحلو في الكومنتات، وهستناه ما تتأخروش عليا فيه. ويعتبر من بعد الفيديو ده هنبدأ نرجع لفيديوهاتنا المتعودين عليها، فهستناكم برضو تقولولي في الكومنتات حابين ان احنا نرجع ونبدأ بأنهي نوع فيديوهات انتوا بتحبوه جدا. ومفاجأة الاكل اللي كنتوا مستنيينها هي الاكلة اللي كلنا عارفينها ومعتقدينها في العيد: الفسيخ والرنجة والملوحة والبصل والبطاطس المحمرة والطحينة. وبصوا الاكل اللي ما نقدرش نقاوم عليه دوت، اللي مش بيحب الاكل ده كده ما يخشش معانا. بصراحة كان نفسي اصور فيديو بكل التفاصيل، بس للاسف اليوم والوقت ما كانش مساعد. انتوا عارفين الاكلة دي بتبقى عايزة الرحراحة كده والراحة والتشمير، بس ما كنتش عارفة فاكتفيت بالصورة. وبصراحة بعد الأكلة دي كان لازم نروح مكان نقعد نضحك ونهزر ونعمل فيه مجهود ونشرب حاجة عشان نهضم الأكلة دي. رحنا مكان كده اسمه الخطيب. دي كانت عركة كده ما بين الفلوس، معرفش كانوا بيتخانقوا على الفلوس ليه دول، ملناش دعوة. بس شايفين بقى الأجواء اللي بتاعت المكان بقى والإضاءات بقى اللي عاملينها دي، الواحد كان حاسس ان هو قاعد في عيد يعني. المكان كان حلو قوي وحيوي كده قوي ومليان بقى ناس. ووالله من كتر العركة والمسخرة اللي كانوا عاملينها دي انا نسيت اصور الحاجات اللي طلبناها عشان نشربها والكوتشينه اللي قعدنا نلعب بيها واليوم ده كله. بس بصراحة ده كان من كتر الانبساط والضحك. الحمد لله اليوم كان حلو. وده بقى كان في الاخر خالص واحنا مروحين، كنت بوريكم بقى ان كان عاملين على الجنب كده صف كده كبير قوي مليان ملاهي بقى ولعب اطفال، رغم ان هم عاملينها في الشارع، بس انتوا لو دخلتوا جوه واتسحلتوا في اجواءها هتحسوا ان انتوا يعني في عالم ملاهي بالظبط. خلصنا وفرحنا بالعيد، ناخد العيديه بقى. خطيبي بقى مس عليا بالعيديه كده، وما كانتش اي عيديه، كان مظبطها لي ولففها لي احلى لفه عيديه. بصراحه ربنا ما يحرمنيش منك، وعقبال العيديه بتاعت بيتنا. دايما مميزني ومخليني مختلفه في عيديتي ومختلفه في كل حاجه. بعد ما قفشت العيديه وقلت له لا يلا نتصور صوره العيد بقى، وانتهى يومنا على كده هناك. ولكن اول ما وصلنا بيتنا بالسلامة الجوع مسكنا، فقمنا بقى قلنا هنقوم بقى ايه، هنحضر الاكلة الخفيفة اللذيذة البسيطة اللي لو جبناها من بره دي بتكلفنا قد كده. سندوتشات همبرجر زي ما انتوا شايفين. كنت بحمر الهمبرجر، كنت رصاه كده على الصينيه دي عشان يسيح. وكنت هحمر برضو شويه بطاطس. يعني ما حدش يركز في شكل الطاسات، بس هي دي الطاسات المعروفه للقلي في البيوت كلها. ومهما اتغسلت هي خلاص خدت الشكل والوضعيه دي، فمش هنقعد كل شويه بقى ان احنا نبوظ حلل وصواني تانية. فانتوا خليكم مركزين بس معايا وفي الاكل وفي اللي بنعمله. وفضلت بقى على النظام ده، اشيل بقى اللي انا حمرته واروح واخده جديد وحطاه يتحمر. انا بحط شويه زيت صغيرين جدا لان اصلا الهمبرجر بتنزل منها دهون، فمش محتاجه ان احنا نحط كتير يعني. وفضلت مستنيه لحد ما البطاطس تتحمر، ويعني بس كده. يعني احنا ولا كان عندنا وقت ولا فلوس بصراحة يعني ان احنا نجيب اكل من برا. فقلنا لا، طالما هنكلف يبقى احنا نجيب الحاجات بقى دي من يعني. هو احنا جبنا الهمبرجر بس من برا، واكترية الحاجات التانية كانت عندنا في البيت يعني. و... وعملنا احلى ساندوتش همبرجر يعني، ما قالش لا ولا اتقمص. زي ما شاركتكم يومي بقى كله كده، ما تنسوش ان انتوا تشاركوني يومكم كمان في الكومنتات، وتقولولي كده عملتوا ايه من اول العيد لحد اخره ورحتوا فين، يمكن تعرفوني اماكن جديدة. كنا طبعا همبرجر يعني لازم كايزر. ممكن نمشي نفسنا بالفينو، بس انا بصراحة بحب معاه الكايزر. عشان ايه؟ يعني ندخل في المود قوي كده بتاع سندوتشات بره وبتاع، فجبنا الكايزر دوت. وكنا جبنا كمان طبعا بقى لازم كاتشب ومايونيز. احنا كان بيبقى عندنا دايما العلب، بس جت فجأة كده خلصوا. وكنت بعمل كمان الكاتشب في البيت اصلا، بس فجأة برضو لقينا الصلصة خلصت، فجبنا من بره بقى اكياس كده اللي هي المايونيز اللي طالعة جديدة اللي بيسموها الجيب دي تقريبا. وجبنا الكاتشب ده برضو نفس النظام، جبنا بتاع حوالي 3 اكياس من هنا و3 اكياس من هنا، يعني على قد الاكله كده لحد ما نبقى نجيب بقى الكميات اللي هي الكبيره دي. بتوفر جدا بصراحه يعني بتنجز في كل وقت. طبعا انا بحب جدا مع السندوتشات دي اللي هو البصل الصغير، فكان عندنا كنت هقطع منه. وهو ده بقى كان شكل الاكل، اتفرجوا واستمتعوا.
جه الوقت اللي اقولكوا شكرا لكل اللي اتفرجوا عليا وادوني وقتهم لحد اخر الفيديو، وشكرا لوجودكم معايا في كل فيديو. وعايزه اقول لكل حد بيتفرج عليا دلوقتي هيشرفني جدا طبعا لو انضميتوا وبقيتوا فرد جديد في عيلتنا، وانكم لو لسه لحد دلوقتي ما اشتركتوش انزلوا اعملوا اشتراك اللي تحت الفيديو، واهم حاجه انكم تاخدوا بالكم ان انتوا تفعلوا الجرس وتخلوه على علامه الكل عشان يوصلكم معايا ان شاء الله كل فكره فيديو جديده، وعشان برضو ان شاء الله يوصلكم مني اشعار باي فيديو جديد او باي لايف او باي بوست او اي حاجه نعملها مع بعض. وده طبعا لان وجودكم هو المهم والاساسي في كل حاجه من دول، وتنورولي القناة وتنورولي الفيديوهات وتنورولي كل مكان تيجوا فيه. يلا هستنى كلامكم وتفاعلاتكم وتشجيعاتكم الحلوة ليا دايما على كل فيديو، وقولولي ايه اكتر حاجة عجبتكم في اليوم كله من بدايته لحد نهايته. وانا اتشرفت جدا بيكم كلكم، وهو ده كان فيديو النهاردة كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مسلي ليكم وما تكونوش زهقتوا منه، وعقبال ايام وليالي وفرحة العيد الجاي اشوفكم على خير، هتوحشوني جدا، فدتكم بألف عافية.